نجيب محفوظ كان ليه مقولة بتقول: مصر ليست دولة تاريخية، إنما جاءت مصر أولا ثم جاء التاريخ. طيب كويس، التاريخ اللي جاء بعد مصر ما جات صنعوا ناس أو دخلوا ناس. السؤال بقى، هي إيه أنواع الناس اللي دخلت تاريخ مصر أو صنعته؟ أي شخصية معروفة في تاريخ مصر علشان تبقى مشهورة فلازم صاحبها يكون نوع من 4 شخصيات. يا شخصية عدلة زي زعيم أو حاكم كويس، أو شخصية عايزة الحرق والضرب بالنار، خاين، عميل، أو شخصية خدمت القوى الناعمة لمصر بشكل أو بآخر، فن، ثقافة، رياضة، دين، إلخ. ال3 دول معروفين، لكن فيه نوع رابع مكتوب له الخلود يمكن أكتر من الأنواع ال3 اللي احنا قلناهم، وسيرته بتفضل موجودة لحد ما القيامة تقوم. النوع ده مهما عمل في الناس من حاجات كويسة أو حاجات وحشة برضو الناس هتفضل بتردد اسمه حتى لو هي ما تعرفوش أصلا. النوع الرابع ده هو اللي بيدخلوا تاريخ مصر عن طريق بطون المصريين. عندك أم علي المنصور، كانت وصية على ولدها حاكم مصر بعد عز الدين أيبك، كان همها العرش مش الحرب ضد التتار. وصلت للي وصلت له بقتل شجر الدر، لكن فضلت خالدة جوا ذاكرة المصريين بأكلة أم علي اللي عملتها بعد ما قتلت شجر الدر، لدرجة خلت اسمها نفسه مش مشهور زي أكلتها ولا حتى زي نهايتها ونهاية ولدها. مشكلة شجر الدر اللي قتلتها أم علي إنها كانت ست بتحكم مصر، ودي ما كانتش مقبولة نوعا ما بالنسبة للمصريين كلهم، بالضبط زيها زي داود باشا عبد الرحمن الوالي العثماني لمصر سنة 1538. ولي عثماني محترم من الولاة العثمانيين القليلين اللي حبهم المصريين، ليه أعمال خيرية كتير، ما كانش بياخد ضرائب بهظم من المصريين، بنى جامع ولازال موجود على اسمه في السيدة زينب، ومع ذلك كل اللي عمله ده اتناسى بالنسبة للمصريين، وفضل بس من سيرته كفتة داود باشا اللي عملها في القلعة. زي ما القلعة في عهد العثمانيين شافت حكايات كتيرة جدا من النوع دي، برضو في عصر محمد علي حصل نفس الموضوع. يوسف أفندي مهندس زراعي استقر في مصر، وكان عنده مشروع زراعي عاوز يخدم بيه على مشروع محمد علي، بس كان مشكلته انه ما كانش عارف يوصل لمحمد علي، او بالاحرى ما كانش عارف المدخل بتاع شخصية محمد علي علشان يقدم له فاكهة المندلة. وصل للباشا فعرف المفتاح الرئيسي للباشا، وهو انه بيحب ابنه طوسن لدرجة انه حاليا في حالة من الحزن مأساوية. قدم الفاكهة للباشا وسأله هي الفاكهة دي اسمها ايه، فراح يوسف أفندي رد عليه وقال له طوسن. فالباشا طبعا تأثر وقال له خلاص انا هسميها يوسف أفندي، وبقيت فيما بعد فاكهة اليوسفي او اليوستفندي. فتخيل انت الفاكهة دي يوم ما تسمت الاسم ده تسمت علشان خاطر صاحبها كان ضبال للحاكم. اللي فات ده كله كوم، وحكاية وليمة عنبسة دي كوم تاني خالص. عنبسة ده كان حاكم مصر أيام العباسيين، اسمه إسحاق بن شامر بن عيسى بن عنبسة، كان والي مصر من سنة 238 لحد 242 هجري. الغريب في عنبسة إنه ما كانش والي ولا مسحراتي في نفس ذات الوقت، لأن الناس اتعودت إن الوالي بيصحي الناس علشان خاطر يصلوا الفجر أو يتسحروا في رمضان. وغربته برضو ما كانتش إن هو كان راجل كويس، رغم إنه منتمي لأسوأ طوائف المسلمين سوء سمعة، وهي طائفة الخوارج. إنما كانت الغرابة المفتخرة في حياة عنبسة إنه سطر اسمه في باب أعجب سبب يخلي مصر تتهدد باحتلال. التاريخ المنطقي بيقول إن البلد علشان خاطر توقع في احتلال لازم تحصل حاجة من 3: يا حرب فيها غالب ومغلوب، يا حصار ينتهي باستسلام البلد، يا خيانة من جوه البلد تسهل للي بره البلد إنه يخش يحكم البلد. لكن إن حاكم البلد بلده تتهدد باحتلال علشان خاطر بيطاهر ولاده، دي ما حصلتش. حفلة طهور هددت البلد باحتلال، وحكاها المؤرخ ابن تغربردي في كتاب النجوم الزاهرة لملوك مصر والقاهرة. بتقول إيه؟ جاء عيد الضحية على مصر، عنبسة قرر إن هو يختن ولاده في اليوم بتاع الوقفة، بحيث إن تاني يوم يكون صباح العيد الناس تفرح بالعيد وبيختن عياله. طبعا الحفلة دي هيدعي فيها كبار القادة بتوعه وكبار الجند. القادة بتوعه سابوا الصغور وراحوا على العاصمة كان اسمها مدينة العسكر علشان خاطر يحضروا الاحتفال. وليلة عيد بقى، وكل سنة وانت طيب، ومناسبة مفرحة، والعيال بيجوا رجالة واللحمة للركب وخلينا ناكل. من بعيد خالص كان جواسيس الروم موجودين وعارفين باللي حاصل، فبلغوا القادة العسكريين بتوعهم في البحر: الحقوا يا جماعة، عيد ومولد وصاحبه غايب. نزلوا دمياط يوم الوقفة،
وظبطوا نفسهم لحد ما اتأكدوا ان صغر دمياط ما فيهوش حد، ونزلوا دبحوا كل اللي فيها. وفي غضون ساعات وصل الخبر لعنبسة وكل الموجودين كانوا بياكلوا ويزقطوا، وجت الرسالة ليهم: تعمل كرسي في الكلوب وتقال له يا تلحق دمياط يا ما تلحقهاش. ما عداش العيد إلا وكان الروم في ساعتين برا البلد، في هزيمة تعتبر هي الأقصر في تاريخهم. ودخل عنبسة التاريخ على أساس إنه أول مسحراتي، والأهم من إنه أول مسحراتي ظهور ولاده كان هيوقع مصر في احتلال.